هيدي اليافطات بدها تنشال، ومعكم يومين بس، اكثر من يومين نحن نازلين على الساحه. مظبوط، لكل زعيم، قائد جيش، رئيس حكومه، رئيس جمهوريه، لك للخامنئي، لمين ما بدك. اسمع مظبوط، نحن بفضل الله عز وجل انطلقنا من الكتاب والسنه، ما بنركع وما بنفل الا لله عز وجل. مش نبيه بري ولا حسن نصر الله ولا حدا بالكون منزل الا لله عز وجل. خليه ينزل نبي بري يفرجينا كيف بده يذلنا، خليه حسن نصر الله يفرجينا كيف بده يذلنا. هيدي اليافطات بدها تنشال، ومعكم يومين بس، اكثر من يومين نحن نازلين على الساحات باذن الله. ساحة الاسى لا نبالي بالاعادي، عزمنا بالله مشدود الوثاق، لا نبالي بالاعادي، عزمنا بالله. كثير من السنه ما كانوا منتبهين، والمسيحيين بس قتلوا رفيق الحريري وانكشفت الامور بقدر من الله وفضحهم الله، ضربوا كفه وقالوا اوف 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 اوف. هول الجماعة اللي كنا نيجي نقول له لأحمد الأسير وأمثاله لما يقعد يحكي بوقت عاشوراء وغيره إنه هول الجماعة عندهم مشروع خطير. نحن ما عندنا مشكلة مع الطائف الشيعي، بس عندنا مشكلة مع نفوذ الإيراني. بكل وقاحة بتقتلوا لوسام الحسن وجاي بدك ترفع لي رايات في صيدا؟ مين مكان أنت وشبيحتك بصيدا؟ ومين مكان عجوسسنا؟ مش عم بقول لك مستحيل تعمل، إيه؟ في ناس بتخاف، في جبنة، في ناس بتحسبها ماديات، في ناس بتقول لك انا يا اخي هيدي شو سني وشيعي ومش عارف شو هالهبلان. ايه مزبوط، نحن ما عندنا سني وشيعي، نحن عندنا مشروع ايراني حقير خنزير عم بدبحنا ويغتصب نسائنا، وعلى راسه هذا المشروع حسن نصر الله في لبنان. ودعونا للتوبة مرارا الا هو معاند مكابر على جهنم وبيعصر مصير. الله يلعنك ويلعن مرجعتك ويلعن كل اللي بيشد على مشهد. كل يافطات الحزب بصيدا ما بتنحط الا على جثتي، ما بتنحط، ما بترتفع رايه لحسن نصر الله ولنبيه بري بصيدا الا على جثتي. وهذا كلام منه انفعالي. بعد يومين نحن بدنا نعلن تحركات، والبطل فيهم يحط رايه.